الممتنعون المعارضون. دونك كاين مصادقه على التحقيق مع الرئيس لا يسمح بالإجماع. كنطلب السيد حكيم عبد الله يزيد علي حكيم بطولة اولا نشكركم على الثقه الكامله اللي وضعتوا فيا. هاد الثقه عندها عده مشاعر اللي كنحس بهم، الشعور زعما اللي هو صعيب بالنسبه ليا هو المسؤوليه اللي وضعتوها على العاتق ديالي. هي مسؤوليه ماشي سهله. انا بيان سور غادي نكون وفي ونكون قد هذه الامانه، وغادي نخدم بكل ما اوتيت. حكيم معاكم جميعا ان شاء الله، غادي نستمروا على هذا، وغادي نبقاو في التوهج وبالعمل والمصداقيه والاخلاص. في هذه الحاله هذه ربي ما يمكن بيان سور نوضعوا يد في يد، ربي ما يمكن غيكرمنا ما هو احسن. وشكرا جزيلا مره اخرى. بقية الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مولاي صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أدام الله عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. نعم سيدي أعزكم الله ونصركم. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة السيد عبد الحكيم بن عبد الله رئيس نادي النهضرية ديال بركانية لكرة القدم على إثر انعقاد الجمع العام السنوي العادي للنادي، وتزامنا مع حلول الذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عيد الله على عرش أسلافه ميامين، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المكتب المسير وعن كل مكونات الحق الرياضي لمدينة بركان، أن يرفع على مقامكم العالي بالله آيات الولاء والإخلاص المشفوعة بصادق المحبة والوفاء بجانبكم، ممتهلين إلى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يبقيكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنارا يهتدى به، ويمتعكم بدوام الصحة وطول العمر، ويقر عينكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة لاله خديجة، ويشد أزر جلالتكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالاستجابة الجدير. والسلام على مقام العالي بالله. إمضاء رئيس النهضرية ديال بركانية لكرة القدم عبد الحكيم بن عبد الله خادم الأعتاب الشريف. وشكرا.